أهلا بيكم يا أصدقاء التغيير والإيجابية. قبل ما نبدأ القصة، لو المحتوى عجبك ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وشاركنا رأيك في الكومنتات عشان تساعدنا نوصل الفكرة لأكبر عدد. النهاردة هنكشف عن السر الأخير في سلسلة العادات الذرية، العادة السبعة والأقوى اللي ممكن تفتح لك كل الأبواب المقفولة في حياتك. كتير مننا بيحاول يتغير بس بيحط أهداف ضخمة وصعبة، يجي يقول هتمرن ساعة كل يوم أو هقرأ 50 صفحة، ونلاقي الحماس بيطير في خلال أيام قليلة. السر مش في البداية الكبيرة، السر في الاستمرارية. وهنا بتيجي العادة الذرية السبعة: دقيقة واحدة من الحركة اليومية. ايه رأيك تبدأ انك تتحرك لمدة دقيقة واحدة بس اول ما تصحى من النوم؟ مش محتاج جيم ولا محتاج ادوات رياضية، دقيقة واحدة بس، زي انك تعمل شوية اطالات بسيطة، او حتى تمشي في مكانك وانت بتشرب فنجان القهوة بتاعك. العادة دي مش هدفها تخليك رياضي محترف، هدفها انها تكسر حاجز الكسل والبداية الصعبة. لما المخ بيشوف دقيقة واحدة بس بيوافق فورا وما بيحسش بالمقاومة. الدقيقة دي هي اللي هتفتح الباب لعادات تانية، وهتتحول الدقيقة ل5 وبعدين ل10. جرب العادة دي لمدة أسبوع وشوف الفرق في طاقتك وحيويتك. شكرا لمشاهدتكم، ما تنسوش تستنوا الفيديو الجاي اللي فيه نصيحة جديدة هتغير حياتكم للأحسن.